اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى يا حبايبي ما نشوف عملنا الفطير بالطريقه الجميله دي ازاي. احلى فطير ممكن تعمليه واسهل فطير. شايفه الفطير ما شاء الله اب في الفرن وتحفه ازاي من غير اي حاجه خالص، يا دوب ميه والدقيق وبس. وشايفه بعد ما خرجت من الفرن شكلها تحفه ازاي بجد. احلى فطير واحلى طريقه ممكن تعملي بها الفطير. ما فيش معانا اي حاجه غير دول 5 كوبايات دقيق بالظبط، عليهم معلقتين سكر ورشه ملح، وهعجنهم بميه بس زي ما انت شايفه كده اهون. والله العظيم ما حطيت عليه اي حاجه نهائي غير اللي انا قلتلك عليه، رشه ملح ومعلقتين سكر، وبعجن بميه قدامك اهوت عادي خالص. دهوت 5 كوبايات دقيق هياخدوا بالظبط مجين 2 ميه. وبعد كده هسيبها ترتاح بقى شويه، وهتشوفوا معايا طريقه الفرد بطريقتين اتنين مش طريقه واحده، والاتنين اسهل من بعض، واللي تيجي اللي تريحك او اللي تبقي مرتاحه فيها اكتر اشتغلي بيها. والفطير فيها كده جميل جدا وقابب زي ما انت شفتيه في اول الفيديو كده، ومورق طبقه طبقه كده، وتحفه بجد. تحبي ان انت كل يوم تقومي تعملي فطيره لاولادك من ايدك، ومن كتر سهولته وحلاوته ان هو هينجح معاكي. زي ما قلتلك هتحبي ان انت كل يوم تقومي كده تعملي الفطيره بايدك لاولادك. كده عجنتها كويس اهوت، وعجنتها رخامه زي ما انت شفتي. وبعد كده بدهن كده الطبق زيت وبحطه فيها وبريحها كده نص ساعة. شايفة كده ارتاحت وبقت جميلة ازاي، ارتاحت خالص اهي. باخدها كده وبلمها زي ما انت شايفة كده، وبدهن برضو الرخامة كده دهنة زيت، وبقسمها 2. مفيش اسهل من كده، ومفيش بجد اسهل طريقة ممكن تعملي بيها الفطير، وانجح طريقة. حتى لو عمرك ما عملت الفطير كده هتقومي تعملي الفطيرة دي وهتنجح معاكي جدا جدا من اول مرة. قسمتها 2 كده وبكورها وبغطي على واحدة واركنها شوية، والتانية بفردها. ممكن برضو بقى يعني في الوقت دي كده ان انت تريحي برضو، تريحي العجينة كده 5 دقايق قبل ما تشتغل فيها على طول علشان تتفرد معاكي كده بكل سهولة. دي دلوقتي اهي بفردها كده بالنشابة الاول شوية كده، وبعد كده هفردها عادي خالص بايدي. بجد يا حبايبي الطريقة ديت والله العظيم سهلة جدا جدا، ومورقة الفطير كده ولا هتتعبك ولا اي حاجة خالص. كده فردت الفطيرة زي ما انت شايفة اهون، ولا هي كبيرة ولا هي رقيقة قوي، يعني سمكها وسط حلو قوي كده. وبعد كده بقى هقسمها 3، هقسمها للاخر خالص 3 زي ما انت شايفة اهون. وهي هتاخد بالظبط معلقتين 2 زبدة معايا اهي. الحتة دي معلقتين 2 بالظبط زبدة. ما سيحتهاش على النار ولا اي حاجة، يعني انا كل مرة كنت بسيحها، المرة دي قلت مش هسيحها برضو عشان ابقى